هسه وصلنا مكان كلش حلو، والعوائل كلها طبعا حاجزين من كثر الزخم اللي موجود داخل البارك. كلها طبعا حاجزة كلش حلوة. متوه جنن. طبعا هاي وحدة وهاي الثانية. طبعا احنا جينا بالشتاء مرة وكان ماكو حد يعني كلش فتوة جنن هاي. طبعا الوانهم تجنن، يفترون ماخذين راحتهم. طبعا هسه الجهة الثانية تشوفون البحر، بس هواي بيها عوائل، فلهذا اني ما اصور يعني، كل من له خصوصيته وما اقدر. هنا وردة تسوي لنا الزلاطة، وهنا البصل هم بعد راح نشويه، والباذنجانة. هذا اني وهذا بوردة. دخان جاي علي، الهواء اللي انعكس. طبعا بعد عندنا شغلات هنا احنا مخليها. طبعا هسه اني وابو ورود كملنا مثل ما تشوفون، بس موفق ورود لقونا مكان. طبعا هاي يجون هنا يصورون عرسان، فعرسان عروس من هاي الصفحة، بس شنو تكرمون لابسة نعال قد مو تعبانة المقرودة. والله حيل حيل يعني كلش تعبانة المرة. شنو مصور يعني هنا، مصور يعني يصور. شوف الجهال كلها مكيفة. طبعا هنا كلها شجر كبار، كلها شجر كبار. الله كلش حلو هذا المكان، يعني صدق اللي يجي هنا راحة نفسية كلها. يعني كل من يجيب مالته شو اسمها. طبعا انا وبرود صار لنا ساعة نسولف، وما فق ورود يحضرونا اي قلت لهم تكرمون لابسه عالي من التعب المقروده. كم مكان راحوا عليه؟ مو شو يسوون، هم هواي يصورون. سويت لها بيت بيوت. هسه راح نروح على وردة. طبعا انا ما وصلتهم من راحوا، والله انا قاعدين انا وبورود بمكاننا اللي على اساس نقعد، بس موفق شاف المكان مثل ما قلت لكم، يعني هاي وراها منطقة يعني ناس يعني عندها بيوت ومزارع، فهم شو مسوين. ها شوفوا هذا شبك حتى إلهم. فهسه ها وردة، هاش هاي طماطة بابا شواها، وهاي العلبة اللي عندي بها الدجاج، بس راح نخليها على صفحة لأن زفرة.
شوفوا وردة شلون كملت لنا السفرة. يعني صدق ابو وردة يعني سوالنا الشوي حبل. ها سكين يمي شلون خليتها. هذا الفلفل طبعا بعد اسبوع عادي ناكل. وموافقة خلينا البيبسي. يلا. تدرين أنا ليش الشواتين؟ ايه حتى ما تزعلين عبن اليوم وانا ما جيت للعشرة الصبح. حيل ضوجتني حيل. مو بس اني اي مرة وحدة يعني زوجها يسهر برا خارج البيت. واول مرة طبعا ابو ورود طبعا مكان اللي راح لابو ورود كلش بعيد وشوا وتونسوا، لان ابو ورود مو من النوع اللي يطلع هواية، فمو دائما يطلع برا البيت، يعني كل فترة. ما انه احنا شوية جونا صيف. لازم واحد هيك لازم مثل 3/4 لكم وربع لي، شلون واحد تقسمها مثل 3 مرات لكم ومره الي. ايه او اكثر يعني لكم وبعدين الي. يعني انا بالنسبه لي هم طالع وياكم هم طالع ويا الشباب ان شاء الله. وهذا كمل غدانا، طماطة الشوي سلطة. هذا الشوي زين من ايد ابو وردة. وابو وردة شوف عيونه شلون قد مو منعس. هسه دا نتمشى. شوفوا العالم شلون هنا، حتى هنا يعني خيم. اي حيل حلو هذا المكان. بعد مناك هسه نراوكم هاي البحر منا. هسه ننزل لان احنا من جينا ما لقينا اي واحد. ايه كان هدوء والجو كلش بارد، مجرد انه تعشينا ورجعنا طايرين. والبزازين ومن اجينا هنا مثل ما قلت لكم كان كلش جو بارد، وبسرعة يعني سوينا الأكل. مجرد إنه بس سوينا الأكل ورجعنا طايرين، حتى من قد ما بردت ولا حتى أكلنا. تتذكر أبو ورود؟ كان ماكو وماكو أحد، يعني مكان بالبرد ما حد يطلع قليل يعني. إيه وقتها كنت مريضة حتى. ورود كانت كلش مريضة وتقوح. يعني هسه أنت كرشك كبران. الله يعينك أبو وردة. هاي لو كانت مثلا الواحد ما يريد يجي ياكل هنا هو يشوي هنا موجودة. بس هنا حلو الصور، واحد ياخذ صور هنا. بس اكو مكان ابو وردة، بس هاي مين اللي يعبر عليها ويروح للبحر؟ هسه جاي يسوون بها هاي، راح يسوون مثل بورتان. يا سير راح اراويكم البحر شلون المكان كلش حلو. شوفوا هاي هنا مطعم. راح اعبش حتى اراويكم المكان اللي روعة جدا روعة. هاي هنا كمان. ايه يمكن قطار. ذاك مكان مال قطار. مال قطار مال ترامفاي. يا اي عم دعبه منه. يعني ابو وردة اللي هنا الترامفاي يجي تككاي باع منه انا ترامفاي. طب اي شوفوا بس لازم يصعدون الساعة كلها يلا يرجعون. اي هناك صار واحد هذاك اليخت المواصيل. اي بس كلش بعيد ما يبين بس منه. كانت ما حدا هنا اذا تكبرين تطلع يعني نسوي لازم. هاي كلها قطار جنة ترامفاي. فعلا المكان كلش حلو. طبعا هسه رحنا من الجهة الثانية. تراويكم المكان. شوفوا هاي المقاعد
وهاي المكان شوفوا يعني كل مكان مخلين مقاعد، وهاي الخضار حتى إذا الناس إذا تريد تنزل جوه هم عادي ماكو مشكلة، ما يحاسبون أحد، لأن هذا المكان كله انت راح تلبسه انت وعندك احنا حسيك شو طبعا أبو ورود هسه منقش هو والجهال. يعني احنا دائما يعني كل أسبوع يعني نقعد نحكي وياهم مثل مستقبلهم. الولد لازم الأب يخاوي، حتى البنية لازم الأم والأب لازم دائما يتابعون أولادهم، ينطوهم ثقة، ينطوهم حرية، بس حرية مو أكثر من اللازم، لا بالعكس. شلون احنا نقول بالمثل يقول لك خدك عينك. احنا دائما هيجي أولادنا ربيناهم والحمد لله والشكر، حتى ذا ندزهم المكان احنا مثقين من عندهم، لأن خلينا بداخلهم ثقة، وخلينا بداخلهم انه ما نشك بيهم، بالعكس نتابعهم، لان هم هسه سن العمر المراهقة، سن المراهقة، وسن المراهقة لازم يكون شلون احنا نقول كلش حذر. يعني هذا العمر يكون الأم والأب كلش حذرين بتصرفاتهم وياهم، حتى لا شلون يعني هسه أنا عندي ورود وموفق نفس المعاملة، يعني ما عندي أفرق بين موفق وورود، ما عندي تفرقة الحمد لله والشكر. فمعودتهم على الثقة داخلهم، ودائما من يجون من المدرسة يعني عودتهم كذب ماكو. أنا الحمد لله والشكر كذب ما أخلي بداخلهم، لأن يعني الشيء إذا عندهم أي شيء أو يعني شو أقول لكم مثل بالمدرسة أي شيء يصير هم يقولوا لي، ما يخبون علي. فيا حبايب إن شاء الله الله يحفظ لكم أبنائكم ويتوفقون بدراستهم وتشوفوهم أحسن الناس، لأن تدرون دائما الواحد من يصير عنده أولاد ويكبرون يعني كلش صعبة تصير عليه يعني التعامل وياهم يكون كلش صعب، خاصة الأم تتعايش ويا الأولاد أكثر من الأب، يعني الأب يشتغل، الأب يعني شلون يعني يشتغل ويجيب رزق للبيت يعني، فتكون الأم أكثر وحدة أو أكثر إنسانة هي قريبة على أولادها. فدائما الأم تكون قريبة على أولادها وقريبة عليهم، ويعني حتى إذا تحس بيهم أو يعني تعرف بيهم إنه بيهم شيء، الأم رأسا تحس وتعرفهم إنه هم يعني محتاجيها. يعني أني هسه ورود يعني أبد ما عندها كذب، عودتها من هي صغيرة، ومع العلم هي طلعت من العراق، طلعت عمرها 7 سنوات، يعني تصوروا هيك عمر 7 سنوات، وموفق عمره 5 سنوات. فيعني شو أقول لكم، يعني هاي 6 سنوات علمتهم هواية شغلات، يعني ما خليتها حسستها ان هي لا امي، يعني شو اقول لكم، يعني كلش حسستها انه احنا خوات، يعني مو الام وبنتها. دائما اعودها اقولها كوني حريصة، كوني حريصة على نفسك، كوني حريصة على باشر عقبة من تتزوجين تكوني حريصة على بيتك، على اولادك، على كل شيء. فمثل ما قلت لكم حبايب، الله يبعد عنكم الشر ويحفظ لكم أولادكم إن شاء الله وتشوفوهم بأعلى المراتب. فيا حبايب لهنا أختم لكم الفيديو، إن شاء الله يا رب استمتعتوا ويانا، ولو هي طلعة بسيطة وظريفة، بس إن شاء الله تستمتعون بهيك أجواء، لأن تدرون كورونا احنا هسه رجعت الإصابات بتركيا، طبعا هاي صار لها يومين أعلنوا عنها إصابات رجعت بتركيا. فالله يشافينا إن شاء الله شر هذا المرض وشر هذا الوباء يا ربي. ولهنا أختم لكم أقول لكم مع ألف سلامة حبايب قلبي، وربي يحمي الجميع يا رب.